السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في فيديو جديد. وزير التربية والتعليم يوضح أن أوائل الثانوية العامة تخطوا 30 طالب وطالبة من جميع الكنترولات، لافتا إلى أن نسبة النجاح العامة في نتيجة الثانوية العامة 2020 أعلى من العام الماضي بحيث تتخطى 79%، لافتا إلى أنه تم مراعاة الطلاب في التصحيح والظروف الاستثنائية التي مر بها العام الدراسي، وأيضا امتحانات الثانوية العامة التي عقدت في ظل ظروف استثنائية. وأشارت المصادر إلى أن هناك قرابة 70 ألف طالب وطالبة، رقم مش قليل، 70,000 طالب وطالبة استفادوا من درجات الرأفة، حيث تمنح هذه الدرجات لأي طالب تتغير حالته من دور ثاني لناجح أو راسب لدور ثاني. يعني لو أنت كان عندك دور ثاني تم إعطاك درجات الرأفة فبقيت ما عندكش دور تاني ونجحت على طول في كل المواد، ولو كنت راسب فاعطوك برضو درجات رأفة بحيث انك تخش دور تاني بدل ما تعيد السنة كلها على شوية مواد، لافتا إلى أن النتائج مبشرة للغاية والأول على مستوى الجمهورية من قطاع القاهرة، موضحا أن نسبة النجاح والمجاميع مطمئنة وعلى الطلاب الانتظار حتى ظهور النتيجة وعدم التوتر والقلق. وزي ما احنا قلنا لكم هننزل النتيجة إن شاء الله أول ظهورها، يعني في الثانية الأولى إن شاء الله اللي هتظهر فيها النتيجة نكون أول ناس بننزلها لكم. كمان هننزلها على الموقع بتاعنا عشان الضغط يخف من على المواقع التانية أو المواقع اللي هتنزل النتيجة، يعني فتقدر تنزلها. وإن شاء الله نقدم لكم خدمة إن احنا نقدر نجيب لكم النتيجة بتاعتكم عن طريق رقم الجلوس بتاعكم، يعني لو سبتوه لنا على الجروب على فيسبوك او على بيج الفيسبوك او في الكومنتات في الموقع بتاعنا او في اي حته من الحتت دي يعني. فان شاء الله طمنوا، وزير بيطمنكم. اللي كان دور تاني ان شاء الله نجح، واللي كان راسب خالص بقى دور تاني، حاجه اهون كتير من انه يرسب خالص ويعيد السنه. ونسب النجاح وتم مراعاة الطلاب في التصحيح والكلام ده كله، والتنسيقات ان شاء الله نتابعها معاك اول باول. فما تنساش انك تشترك وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد، وما تنساش انك تدوس لايك تقديرا ودعما. نشوفكم فيديوهات جايه ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.